السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة. شلونكم عيني؟ يا ربي بصحة وسلامة وخير. اليوم حابة أسوي لكم خلطة للوجه تتكون من 3 مواد غذائية موجودة بكل بيت، وبسيطة واقتصادية وسهلة التحضير ورخيصة ومفيدة. طبعا أنا جربتها على وجهي كلش مفيدة. توحد لون البشرة وتشد الوجه وتعطي نضارة، يعني كلش خلطة عجبتني ومستمرة عليها. تتكون من خيارة، قطعة خيارة هاي صغيرة خليتها، أو نص خيارة إذا خيارة كبيرة، هاي خيارة صغيرة، وفازالين وخاشوقة من النشا، نشا الذرة. زين، يعني هاي هي نشا، فازالين، خيارة. الخيارة راح أبرشها برش تمام، وآخذ المي مالتها وأخليه هنا بالكاسة، واخلي النشا واخلي الفازالين واخلطهن سوا. زين، وتابعوني. هاي الخيارة هالقد طلعت لي مي، شوفوا عصرته مبراشة برشته. وهذا البذور، يعني أنا مرات أخلي هاي البذور مالت الكشور والهاي اللب مالته أقول هم بيه فائدة. أنتم إذا تردون تبقوها ويا بقوها، إذا ما تردون مو مشكلة، نضيفها على الخليط الفازالين والنشا ونخلطهن خلط زي. شوف شلون لونه حلو. خلوه بالليل، لأنه دائما أطباء التجميل يقولون بالليل هو المفيد. مواد التجميل، لأن المسامات تنفتح بالليل، الجلد يرتاح بالليل، يعني مو مثل النهار وشمس وتعب. وهاي يمكن تحتاج شوية نشا، لا ما تحتاج. تخلوه على وجهكم أول ما تغسلون الوجه نظيف يكون، ما بيه مكياج ما بيه دهن، وتخلوه على وجهكم نص ساعة أو 3/4 ساعة حسب وجهكم. إذا وجهكم محتاج لهذا القناع يعني بساعة 10 دقائق راح ينشف. لا والله وجهكم بسوائل ومرتاح يمكن يطول ربع ساعة 3 ساعة يلا ينشف. أنا أول أيام من خليته 10 دقائق ينشف. زين، ونخليه بعلبة بالثلاجة، نستخدم من عنده يومية. بالليل استخدموا من عنده يبقى بالوجه وغسلوه بمي فاتر. بس العلبة تخلوها نظيفة زجاجية، إذا ما عندكم بلاستيك تكون ناشفة، ما بيها لا دهن لا بيها عطر لا بيها كحول لا بيها مي. يعني هيك من ضمن هاي أشياء مفيدة لأن تأثر على الخلطة. طبعا خلطة جدا بسيطة وسهلة ومفيدة، وجربوها وراح تدعولي. وإذا عجبتكم أفكاري وعجبتكم طبخاتي فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا وإلى اللقاء. هذا راح أبقى حتى أخلص من كل التكتلات. وإذا تردون يعني ما تسوى مثلا خلطة بالخلاطة أو محضرة الطعام، لا ما تسوى لأن الكمية قليلة. ولا تسوون هواية لأنه يخرب، يعني إذا هواية بالثلاجة ما عليه شي، بس يخرب. سووا شوية على قد حاجتكم.